بابا. نعم. حضرتك؟ تعال. عايز اكلمك في موضوع. تعال اقعد جنبنا اهو. عاوز تقول ايه يا حبيبي؟ بابا بصراحة كده واحد صاحبي هيتجوز يوم الخميس الجاي. انا مش قلت مفيش افراح؟ وقلت لك مفيش تأخير في افراح تاني؟ اقعد هنا، مفيش خروج. لا يا بابا انت فهمتني غلط. على موضوع الخروج والفرح، لا انا هخرج بس هاجي قبل الساعة 10 كده. بس انا بصراحة عايزك في موضوع تاني يعني يا بابا. فانا بصراحة يعني كده عايز اتجوز، فعايز اشوف رأيك يعني. طب انت عندك شبكة؟ لا. عندك شقة؟ لا. معاك فلوس تصرف عليها؟ لا. امال عندك ايه؟ ما عنديش اي حاجة يا بابا، بس البركة فيك انت اللي هتجيب لي كل حاجة. بص يا حبيبي، من وانا صغير ايام ما كنت عاوز اتجوز رحت لابويا قلت له يابا بنت فلانة الفلانة عجبانة وعايز اتجوزها يابا، بس انا مش معايا شبكة ولا عندي شقة. هات 2 جنيه يابا او 3 جنيه وساعدني يابا ابني شقتي واجيب الشبكة واروح اتجوزها. عارف رد عليا قال لي ايه؟ قال لي يا ابني الراجل اللي ما يعملش نفسه من وهو صغير وجه يطلب مني جنيه اضربه بالنار، بس انت خليك راجل واسترجل واشرب بريد. يابا انتوا جيلكوا دوت يابا جيل السبعينيات دوت جيل قديم خالص. دلوقتي ال 2 جنيه وال 3 جنيه اللي انت بتقول عليهم دول ما يجيبلكش كيس شيبسي لعيل صغير. عشان تتجوز لازم تعوز 200,000 جنيه على الاقل او 300,000 جنيه. دلوقتي يابا الايد قصيره يعني، وانا بصراحه عايز منك يعني فلوس يجي 300,000 جنيه كده عشان اتجوز يابا. ايه؟ فلوس؟ اجيب لك منين؟ إيه؟ ده انا كل اللي حلت 2000 جنيه بقبضهم اخر الشهر. عاوز ايه؟ 200,000 جنيه؟ 300,000؟ ده انا طلع امك. امشي يا ابن الجزم. ايه؟ فلوس؟ هقتلك. انت بتعمل ايه يابا؟ خلاص انا كده الجواز مش عايز اتجوز تاني.